أكملت مهامي هنا وسأغادر بمشاعر السعادة والحزن. السعادة في أداء واجبي، والحزن لأنني سأفتقد لهذا البلد الجميل وشعبه. الشعب الجزائري هو أصدق الناس عرفته. لقد تحدثت مع السيد الرئيس وأعربت له طموح بلدي لتعزيز التعاون بين بلدينا. عندما أعود إلى باكستان سأستمر في العمل بكل تفاني من أجل تعزيز العلاقة الباكستانية الجزائرية. هذه السنة، سنة 2023، تصادف الذكرى 65 لتأسيس علاقاتنا الدبلوماسية التي شهدت العديد من الأنشطة. نأمل أن يزداد التعاون بين البلدين، وأتوقع مستقبلا مشرقا للعلاقات الدبلوماسية الباكستانية الجزائرية. أود أن أشكر الشعب الجزائري على لطفهم معي أثناء إقامتي، وأتمنى كذلك أن تحقق الحكومة الجزائرية أهداف الجزائر الجديدة بقيادة سيد الرئيس تبون.